الله وبركاته متابعين قناة حلويات هاجر. اليوم غنقدم لكم فقاس بكاوكاو والشنجلان وكنزينو بالكاكاو، كيجي مذاق ومنظر رائع. نقدم لكم بالصحة والراحة ونخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. عندي زلافة ديال الجنجلان محمر، عندي 6 ديال البيضات، عندي زلافة ديال سنيدة، جوج كيسان ديال العنبة، وعندي زلافة ديال الزيت تما عبرتهم بالكاس ديال العنبة، 2 كيسان ديال العنبة، وعندي كاوكاو مهرمش، 2 فصيات ديال الخميرة الحلوة، وعندي خليط باش غادي ندهن الفقاس ديالي، كاكاو، عندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو، معلقة صغيرة ديال نسكافيه وخلطتهم مزيان، والدقيق عندي حسب الخليط. نبدا طريقة التحضير على بركة الله. نوضعوا البيض والسنيدة ونخدموهم مزيان. غنضيفو الزيت، كنخلطو مزيان حتى كتمزج لنا الزيت مع البيض والسنيدة. من بعد كنضيفو الجنجلان وكاوكاو مهرمش، غنضيف واحد القميصة ديال الملح، نبقاو نضيفو الدقيق، عفوا نسينا كنضيفو خميرة ديال الحلوى، وكنستمروا باضافه الدقيق حتى كنجمعوا الخليط. وهذا هو الخليط العجين ديالنا لما كنجمعوه. تقريبا نص كيلو ديال الدقيق اللي وضعت احتاجيت في العجين ديال الفقاس، كيلو ديال الدقيق. دابا نبداو نحضروا الكميات نتاعنا. انا قلنا هاد الطريقه هادي كتجيني سهله، ولما نضيف الطبق ديال الفرن كنكون مدهونه من قبل بقليل من الزيت، ونستمر بنفس الطريقه. هادو هما الكميات ديالنا بما كنوجدهم. هذا هو الخليط اللي سبق لي ذكرت لكم ديال الكاكاو والنسكافيه، غادي ندهنو به الكميات نتاعنا. كيعطي واحد المذاق رائع ديال النسكافيه والكاكاو،
كيجي حتى المنظر ديالو زوين. وغادي ندهنهم كاملين بنفس الطريقه. وكنزينهم بهاد الطريقه هادي. هادي كتبقى اختيارها كيما حبيتي تزيني، للتزيين بس. وغندخل من الفران حتى كيطيب. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما ديما الفران فقصتيني وقطعته. انا سبق لي وريت لكم الطريقه ديال التقطاع في واحد الفيديو سابق، اللي كاين نفس الطريقه اللي كنتبع اللي كنقطع بها الفقاص ديالي ديما. وهذا هو الفقاص ديالي من حمرته. كنقدم لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى تشتركوا في القناه باش توصلوا ديما الجديد وديروا جيم وبارطاجيو. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وكنقدم لكم الوصفه ديال اليوم بالصحه والراحه.